بتجيب اللانشون عشان تاكل سيمبا، اقول لها عايزه اكل لانشون. يا عيني. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تحدي بيتي. يحيى ومامته طول عمرهم بيحبوا يلعبوا مع بعض وشايفين نفسهم اشطر ناس في كل التحديات، فقرروا يعزموا عائلات تانيين ويتنافسوا على لقب اشطر عيله في مسابقه للمعلومات العامه في كل المواضيع. اهلا بيكم في تحدي بيتي. انا اتش وهكون الهوست معاكم النهارده في الحلقه، وحابب اقدمكم بشكل خاص. حبك منوره، حبك مغامره. رحبوا معايا بطنط مروه. ده عاجبك؟ قالوا لي الاسم وقلت لهم عاشت الاسامي. رحبوا معايا بليلي سامي. اثبتت ان ممكن تجتمع اللذاذه والطعامه مع اللغه والموهبه. رحبوا معايا بطنط هبه. ممكن تتوه في المعادي وممكن تتسحر زبادي، بس مش ممكن ما تحبش يحيى الصادي. لا ما تعيطش خلاص، حقك عليا يا حبيبي. حطيت اتأثر اسم على الولد. الزبادي. الزبادي والمعادي. المعادي. النهارده حلقه مميزه جدا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وانت طيب. قبل ما نبدا تصوير، هو هشام قرر ان هو وطنط هبه وليلي قرايب وكلهم من تركيا. الله. وماما هتدور له على اصوله التركيه، مش عارفه فين. لا محدش عارف، هو محدش عارف فين. احنا هنطلع لكم صورته، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس ان ده مش حقيقي عشان انا تعبت من الموضوع ده. جيوش اتش وفنزاتي في الاناضول وانقره. اكتبوا عنواني. طب يحيى، مش هتشوف ضيوفك يشربوا ايه؟ حبيبي. واو. طب ما انت ليه مش منبهر؟ ما احنا كلنا قلنا له كده والله يا ليلى. وبعدين دي كده بتصب احسن. يعني لو اتعملت الناحيه التانية مش هتصب. يحيى، ممكن تكشف لنا عن مواضيع النهارده اللي هنسال حبيبي ده انا فيها؟ عنيا ليك. بكلمك كده ليه؟ استاذنكم ثانيه واحده بس هكشف كل نكهه من نكهات عصير بيتي بتمثل واحد من المواضيع اللي هيتسالوا فيها، واي سؤال محتاجين فيه مساعده يقدروا يطلبوا مني عشان انا هوست طيب. هنبدا بالبرتقال، والبرتقال فن، المانجا مسلسلات، التفاح جغرافيا مادتي المفضله، اما الجوافه ثقافه عامه، الكوكتيل موسيقى، والاناناس حيوانات. سهله خالص. قبل ما نبدا، الصوره دي فيها قط واسمه سيمبا. شفتوا عم بيبي ازاي؟ ما أيوة شاء الله ده. مبارك. دلوقتي تعالي تشوفوا بقى. انت برضو سيمبا ده انت انقذتيه صح؟ سيمبا تحيه ده لطنط يا جماعه. تحيه لطنط وتحيه لسيمبا. ليه؟ كان نفسي اجيبه معايا. سيمبا بيخربشك؟ سيمبا مبهدلنا هو أنت كلنا. فاكرك لو سيمبا ضربني ماما هتقول كل ده هتقول من حاجة. سيمبا. فتح لي عيني والله العظيم وبعيط. وانت والله اكيد انت اللي ماما، غلطانه طبعا. انا اللي غلطانه. ايوه ليه بقى؟ استفزتك. علشان لابسه أكيد. لكلوك عليه تايجر. هي بتقول لي لا ايوه طبعا، أموت من هشوف البرد التايجر عشان سيمبا. هيتجنن يعني. بتجيب اللانشون عشان تاكل سيمبا، اقول لها عايزه اكل لانشون. يا عيني. هنبدا بفقره كوكتيل المعرفه. هسالهم اسئله باشكال مختلفه اختبر فيها معلوماتهم وشطارتهم. زي ما شفنا مع يحيى ان طعم البرتقال هو كاتيجوري الفن. السؤال الاول لتيم ليلي، اسم اللوحه وصاحبها وحاجه مشهور بيها. فان جوخ. تيري هو احنا الصبح ولا بالليل؟ نايت. اجابه صحيحه، تصفيق. ايوه علشان صحي معايا. مشهور بايه بقى؟ ودنه مقطوعه. ايوه برافو عليك. برافو عليك. ايوه. اتمنى تساعدوا نفسكم زي ما ساعدتوا الفريق الاخر. ايه الحاجه المميزه في اللوحه دي؟ يعني الموناليزا. طبعا. ايه بقى مميزه بايه؟ دافنشي. اي اتجاه انت بتروح فيه بتحس ان الواحد بتبص عليك. الصالة. يا سلام يا سلام. اتولدت في اللوفر. اللوفر. مش قوي كده يعني. زي ما شفنا مع يحيى ان طعم التفاح هو كاتيجوري الجغرافيا. هنسالكم اسئله عن الجغرافيا. تيم يايا، قولوا لي 4 بلاد تقع على نهر النيل. طبعا اولنا مصر، طبعا. السودان، اثيوبيا اللي جاي منها اصلا. قول معايا الرابعه مين؟ بابا. دولة وانت عارف. ده هي دولة. بس لحظة وعن مين؟ واسحب السؤال. وتقع عن مين؟ هي فرقة بلد دي بنلعبها كورة. كاميرون. لا كوت ديفوار. ساحل العاج يعني، على الساحل. اه بص انا ما بقاليش غير الكونغو. إجابة صحيحة. تيم ليلي، عايزين 4 دول عربية تطل على البحر الأبيض المتوسط. البحر السعوديه. لا السعوديه في البحر الاحمر. استني بس. دي دهب دي ثقة مرعبة. مصر. اللي هو استني. المغرب. ايوه. تونس. أيوة. الجزائر. ليبيا مبروك. بقى عشان ما خدت انا مسؤول ليبيا. 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 تصفيق يا جماعة لو سمحتوا.
ليلي يا الله. قولي لنا عن رمضان في الخارج والفرق بينه بره وجوه. بره ملوش طعم الصراحه. بحس رمضان في مصر. انا بحب الناس اللي بيحدفوا في وشنا اكل واحنا في العربيه. افطر. استنوا ما تنسوش تطلبوا نكهاتكم المفضله من عصير بيتي وانتوا بتتفرجوا من على طلبات. هتلاقوا اللينك تحت الفيديو في الديسكريبشن. وزي ما يحيى قال لنا ان الكوكتيل هو اسئله عن الموسيقى. تيم ليلي عايزين 4 اغاني لتامر حسني اتغنت في افلام. يعني جيت لمين؟ يعني لا بس اتغنت في افلام. نور عيني، بيك فان. ماليش بعدك، بلاش بعدك، يا انا يا ما فيش، اسمها ايه، دلعني هدلعني. برافو. نايس. كنت اول حاجه اقول لك هتلاقي اكتر حاجه بحبها فيكي واللي هو كابتن هيما. ايوه كل مره بشوفك فيه كل مره اشوفك فيها ببقى سيد نفسي- العاطفي. عايز سؤال زي ده. سؤال سهل جدا يا يحيى. عايز 4 اغاني اتعملت على اسامي ناس يا كنزي وكل ماليه، حياه قلبي، ونور عيني. في نفس الاغنيه عامه. خلاص. خلاص. وفي ليلى بتاعت محمد حماقي. جانا بس مش عايز وفي اغني. اغنيه قديمه قوي فريد الأطرش، نوره يا نوره. اجابه صحيحه. ايه احنا شاطرين كلنا الفقره دي. مريم. يعني الفنان الراحل طلعت زكريا. في عبد الهادي. يا جماله. وفيها مصطفى يا مصطفى. وعارف اغنيه فطومه، لو عارف الاغنيه دي مين فاطمة اللي هي غناها بعت لها اصلا؟ جواب. اخو ده. ليلي ايه اشهر اكله بتاكلوها اول يوم رمضان؟ دايما ده قاعده. ويحيى على طول بعده. محشي كرنب، ورق عنب، فراخ، سمبوسه. هايل. بس المواضيع برضه محاشي. بس احنا ما بنعملش المحاشي سمبوسه، كلها. احنا بنعمل سمبوسك. وحاجه يحيى بيحبها جدا لازم يحطها اول يوم رمضان تكون موجوده، توميتو سوب، شوربه الطماطم، وعصير تفاح. وبلح باللبن، ده مهم بس ده جدا. هايل في السحور. ولازم بقى العصاير دي بقى تكون موجوده كلها. هايل. دلوقتي فقره انا مين انا فين. هوصف لهم حد مشهور او مكان معروف وهم محتاجين يخمنوا الاجابه المظبوطه في اقل وقت. الأسئلة زي ما يحيى ورانا هي عن طعم الجوافة، وطعم الجوافة هو ثقافة عامة وترندات. هنبدأ من يحيى. تحلية رمضانية بهدلناها معانا. كنافه. صح. أنا محقق قديم كنت باجي في الإعلانات في رمضان. كرومبو. صح. أنا زرعة لو لمستها تتعور. أنا إيه؟ صبار. صح. ترند أغنية المدينة في أوروبا. يا برشلونه. لندن. صح. أنا بيحبسوا بيا بعد الفطار وبعد كل أكلة. شاي. صح. إيه هي الفاكهة اللي أصلها من إسماعيلية؟ المانجا. صح. أنا عروسة قديمة واسمي على اسم أكلة. مش دي كان اسمها ايه، كمبوره ولا ايه اسمها ايه؟ لا كرومبا. سؤال سرعة. الناس بتهادي بعض بيا في رمضان. فوانيس. صح. يا الله. أنا اللي كانوا بياكلوا عليا بدل السفرة. طبلية. صح. طبعا. أنا كنت البلاي ستيشن زمان. الاتاري. صح. انتهت عارفة إيه الأتاري الأسئلة. ده طبعاً؟ يس بقول لك يس. جيم الحاجات دي انا بوي. عشتها مع اولادي كلها. ايوه. كمبيوتر صخر. نفس أسئلة السرعة بس هتبقى عن الحيوانات، ودي كاتيجوري الأناناس. الحيوان اللي بيغير لونه ليتناسب مع محيطه. كاموفلاج. اسمها الحرباء تقريبا. حرباء. صح. هو بيعمل كاموفلاج. حيوان معروف بعمره الطويل. سلحفاه. صح. حشرة عندها 8 رجلين وبيتها من خيوط. 44 ديت ولا؟ سبايدر. سبايدر. صح. الطائر اللي عنده كاريزما وريشه ملون وطويل. طاووس. صح. حشرة أهميتها تلقيح النباتات. نحله. صح. حيوان مشهور بذكائه الشديد وأقرب الحيوانات للإنسان. قرد. صح. حيوان حجمه كبير ومشهور بذاكرته القوية. الفيل. صح. ايه ده بجد؟ حشرة ملونة بيتغير شكلها خلال مراحل نموها. الفراشة. صح. طائر يعرف برمز القوة والنصر. النسر. انا عايز انت قلت لي. لو حصل التاني. انا كنت اقول الصقر. لا هو النسر. أيوة. بتتكلمي ليه؟ ها؟ عشان كده هدي السؤال لتيم يايا هنا. أيوة. أنا معزة مشهورة في مسلسل رمضاني كرتوني. سهل قوي. المعزه بتاعت رشيده بتاعت اسمها بكار. صح. أيوة. انتهت الأسئلة. ليلي ازاي جت قصة انك تطلعي مع تامر حسني في حفلة؟ والله العظيم يا جماعه اصلا بجد بحبه قوي. كل مره ببقى رايحه مكان عشان اشوفه مش بلحق ان انا حتى يعني اسلم عليه. بس فبعد كده عملت الفيديو قلت لهم انا عايزه اقابل تامر حسني، فالحمد لله يعني اشتغلت معاه. الفقرة الأخيرة. تدن تدن تن تن تن. أفلام ومسلسلات. أنا مسلسل رعب في رمضان. المداح. صح. أنا مخرج مسلسلاتي بتطلع ترندات. محمد سامي. صح. إحنا 2 مشهورين بفوازير رمضان. نيلي شريهان. صح. صاحبة جملة كل أنت يا عبده مالكش دعوة بحد. بس. أنا اللي عملت دور السادات. احمد زكي. صح. أنا الفيلم اللي اتقال فيه أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا. درماندي التو. ايوه ابن حميدو. ابن حميدو. صح. أنا ممثل كوميدي كبير ومتجوز ممثلة كبيرة. كوميدية؟ والجل اشتكى من شعري. احمد حلمي. صح. هي ممثلة قالت بسيوني هستناك
قالتها فين؟ في فيلم. فيلم اللي هو الباشا تلميذ يعني؟ ايوه ماشي. غدا عادل. صح. الفيلم اللي اتقال فيه يا عم افتح انا عمده. عسل اسود. الرهينه. صح. ايوه. فين الضحكه الحلوه اهي يا جو اهي. ماما الحقيني. ايه لا وعايزين مساعده معلش. البطل اللي بنتكلم عليه ده هو بطل مسلسل الكبير قوي. طير انت. صح. انا اللي قلت هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى ليه كلمه على العيال بعد كده. لو محمد هنيدي. ايوه أيوة. في رمضان ايه رمضان مبروك ابو العالمين. رمضان مبروك ابو العالمين حمود. اجابه صحيحه. انتهت الاسئله. سقفوا لهم يا جماعه وسقفوا لنفسكم. قبل ما اعلن النتيجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير. سبسكرايب. تفعلوا زر الجرس. مفاجاه. أيوة. الفائز هو فريق ليلي سامي ازاي؟ وطنط هبه. ازاي ما تعمليش حركات تيك توك دي حبيبتي احنا كسبناكم وكسبنا معرفتكم والله. الله يكرمك يا حبيبتي والله يا يا رب. حبيبه قلبي. انت على فكره جميله قوي قوي يا ليلي. انت اللي جميله جدا والله. انا خلاص انا وطنط هاجي لك دبي او اخدك دبي صح. ماشي. وانا هاجي معاها بقى عشان مش لا. هينفع اسيبها لوحدها. لا. ليه؟ ما هو سوري هي خروجات بنات بس. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل المشاهدين طيبين. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. ما تنسوش تكتبوا في الكومنتس عايزين نشوفوا مين تاني. احنا بنبقى مش عارفين نختار لان كل الناس حلوه، بس احنا طلعنا مش اشطر عيله النهارده، فهاتوا لنا عيله نعرف نغلبها.